تعالى اقولك، لو عندك 3 معالق سميد تعملي بيهم ايه؟ هنعمل بيهم حلا حلوه قوي. اول حاجه هنعمل الشربات للحلا ده. معايا كوبايه ونص من السكر وكوبايه ونص من الميه وعصره ليمونه، هنرفعهم على النار، واول ما يبداوا يغلوا نحسب لهم 4 دقايق. عايزين الشربات خفيف مش تقيل معانا. وبعدين هنجيب بوله ننزل فيها بكوبايه الا ربع من السمنه ونص كوبايه سكر بودره، وهننزل عليهم كمان ببيضايه ببيضتين هنعين منهم صفار واحده. هنبدأ نقلب كل المكونات، وطبعا بيض يعني فانيليا. نبدأ نقلبهم كده، وطبعا انتوا عرفتوا احنا هنعمل ايه. هنعمل رموش الست بطريقة سهلة وبسيطة جدا. معايا بعد ما قلبناهم نزلنا معايا كوبايتين من الدقيق، نزلت بتلات ارباعهم وسبت الربع على جنب، وتلات معالق من السميد. هبدأ ألم كل المكونات كده بإيدي كأني بعمل بسكوت. هنلم الخليط بس يا جماعة، مش هنعجن عشان الدقيق ما يطلعش عرق معانا زي ما انتم شايفين. بعدين هنبدأ نشكلهم ازاي. هنعمل كرة قد الليمونة كده، الصاج مش هندهنه اي حاجة. وهنبدأ ان ايه، نعملها بالطول وناخدها من قدام ومن ورا كده، نسحبها من قدام ومن ورا تبقى عاملة زي رموش الزيت بالظبط. زي ما انتم شايفين كده مالينا الصاج. بعد كده هنجيب الشوكة نضلعها كده، نضلع الرموش زي ما انتم شايفين عشان تطلع زي رموش الست بالظبط. والصفار البيضة اللي احنا كنا شايلينه على جنب نزلت عليه بالفانيليا زي ما انتم شايفين، ودهنت وش كده. وهندخله الفرن على درجة حرارة 200 لغاية ما ايه يحمر من تحت. وبعدين نولع الشواية، بعدين نطلعه سخن ونحط الشربات عليه بارد، وهتطلع بالطريقة القمر اللي انتوا شايفينها ده. بقت احلى رموش ست ممكن تعمليها، وبألف هنا.